ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أصحابه أجمعين. النهاردة بنزل لكم الفيديو ده نازل بقاله كام يوم من يوم شم النسيم. جبت طبق بيض، قلت أحب أفرح العيال عايزين بيض ملون. جبت يا بنات طبق بيض لونت، جبت 4 بيضات وحطيتهم في الحلة زي ما نزلت كده، وقمت نازلة بالكركديه والمية، وقمت رفعته على النار. حسيت الصراحة ان هو اللون ما اديش اللون الحلو، يعني الغامق شوية. نزلت كان عندي اللون بتاع الخروب، مش الخروب، اللون يا بنات بتاع الخروب. نزلت بنطرة اداني اللي هو اللون الاسمر المشبح ده، هتشوفوه في الاخر. نزلت هنا ب4 بيضات، نزلت بمعلقتين شاي، هيديك اللون البني الحلو. دي الوانات طبيعية من البيت، ونزلت بالمية برضو. ما جبتش الوانات صناعيه ولا فلوماستر ولا الحاجات دي، الوانات دي غلط على الاولاد وكده يا بنات، فلازم نحافظ على صحه الاولاد وكده. فكل حاجه في البيت متوفره في البيت الالوانات دي. هنا بقى كان عندي اللي هو بودره الزعفران البرتقانيه، ده هيديكي لون اصفر كده. هرفع ده برضك على النار. كده عملت 3 اصناف. هعمل اللون الاخير. هنا نزلت برضو ب3 بيضات، جيت حطيت عليهم خضرة، اللي هي خضرة، لقيت اللون ما ظبطش معايا وكده. ما اديش لون الخضار. قمت انا حطيت نقطة برضو اللي هي بودرة الخروب، البودرة بتاع الخروب اللي هي بتيجي مع الازازة الصغيرة دي، اللي هي اللون اللي هو اللي احنا بنشربه الصحي ده. فهنا كان البيض ده بقى اللي هو اللي انا بقول عليه بالكركديه، وزودت له نطرة اللون بتاع الخروب اللي احنا بنعمل بيه الخروب. ودي الشاي كان لسه مغلاش، فبتحاولي برضو ان انت تقلبي كده كل شوية علشان ما يديلكيش حتة وحتة، يعني اللون من هنا واللون فتح من الجنب التاني. هنا بدأ يغلي. انا مش مسرعة الفيديو ولا حاجة معاكم، انا ماشية واحدة بواحدة كده. الصراحة انا اتأخرت في تنزيل الفيديو، بس حبيت انزله النهاردة وكده. هنا دي اللون الاصفر. بدأ كل ما يغلي نقلب فيه علشان يديك اللون البيضة كلها لون واحد. انا واقفة بقى بالمعلقة اقلب هنا واقلب هنا واقلب هنا، والعيال كانوا فرحانين عايزين بيض متلون. ده بقى دي يا بنات اما حطيت اللي هي بودرة بتاع الخروب مع الكركديه. الكركديه هيديك لون فاتح الصراحة، ما اقدرش اكذب عليك. دي الشاي قعدت برضو اقلب شمال ويمين لغايه ما البضايه خدت اللون اللي احنا عايزينه البني كلها على بعضها. وهنا برضك قعدت اقلب. هو الزعفران مش مصفر قوي قوي، بس البيضه صفرة كده خفيف كده، شكل حلو برضك. يبقى كده عملنا 3 الوان. الرابعه بقى طلعت بامبا كده، روز كده خفيف، شكلها جميل جدا. شوفي شكلها حلو، بس في واحدة اتفتحت كده بس ما جرهاش حاجة من بره، القشرة بس اللي اتقسمت كده نصين. ده الاسمر دي كان لونه جميل تحفة. وده البني اللي هو الشاي. وده البامبا جاية كده باين اللي هي بيضة، هجيبها الجنب التاني دلوقتي. ده الاصفر اللي هو ببودرة الزعفران. وجبت بقى في الاخر اكياس، وقمت عبيت لكل عيل عندي حطيت له 3 بيضات، واحدة من دي وواحدة من ده وواحدة من ده. كده دي الشكل النهائي. انا كنت فرحانة بهم قوي، امر من العيال.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اصحابه اجمعين. هنا كنت خليت الرنجة الصراحة بسيحها على النار، فقلت ايه مجربها كده اخليها كده واحط عليها نترة زيت كده مسيحهاش الصراحة. يا بنات عاتبة جدا وجميلة جدا، احلى من اللي بتسيحها على النار، بتبقى حادقة شوية كده. لا دي عاتبة وتريحك في الاكل خالص. وهنا قطعت شرايح طماطم وشرايح بصل وكيسين شيبسي وكيسين شيبسي كانوا عندي صغيرين كده، فتحتهم وحطيتهم برضو جنب الاكل. ودي غدوتنا سريعة، احنا مخرجناش كلنا في البيت وكده. ودي غدوتنا سريعة كده. واحط العيش برضك اللي هو العيش بتاع الخبز بتاع الفرن. كده يا حبايبي يكون الفيديو يكون خلص. ما تنسونيش تحطوا اللايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.